السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك وأعوذ بك من الشيطان الرجيم. أهلا وسهلا بزوارنا ومتابعينا ومدعمينا وكل الناس اللي بيشوفونا وبيتابعونا. بنرحب بكم جميعا. النهارده معانا عربية جميلة، العربية مواصفاتها مختلفة، شكلها مختلف. إيه العربية؟ إيه بياناتها؟ النهارده معانا عربية هايونداي موديل 22، الطراز بتاعها اي 20. العربيه كامله بصمه، فيها كماليات، فيها مواصفات. هنتفرج على العربيه ونعرف مواصفاتها. العربيه معانا النهارده تو تون للي بيدور على عربيه شبابيه، عربيه اقتصاديه في البنزين، عربيه للمدام، عربيه للبنوته الجميله بتاعتنا اللي دخلت الجامعه، متعدده الاغراض. العربيه جميله في مواصفاتها، في كمالياتها، في بياناتها، في كل شيء فيها. بسم الله ما شاء الله. زي ما احنا شايفين حالة العربية، الله أكبر عليها. العربية عندي فابريكا بره وجوه بالكامل، عاملة حاجة و40,000 كيلو. الفئة الثانية، إيه المواصفات وإيه الكماليات بتاعت العربية هنتفرج عليها وهنفتح كل جزء فيها. احنا بناخد بصة سريعة مبدئيا على شكل العربية وعلى منظر جسم العربية والبادي بتاع العربية. عندي جنط لونين، عندي طبعا إزاز فاميه. احنا بنتفرج على العربية واحنا بنتفرج عليها عندي إشارات مرايات زي ما احنا قلنا. عندنا العربيه بصمه. احنا هنمشي كده مع الكماليات واحده واحده، يا رب ما ننسى حاجه ونوصل لكم المعلومه زي ما انتم عايزين والمشاهده زي ما انتم شايفين. عندي الفوانيس الاماميه اللي هي الفوج لايت، بتنور بالنور ليد كده بشكل جميل قوي. شكل الفوانيس بتاعتها بمنظر شيك. الشبكه بتاعتها الكبيره قوي اللي في نص الاكسدام دي باللون الاسود. العربيه النهارده معانا بلون مميز جدا، اللون النبيتي في السقف الاسود بالمرايات السوداء، بالجنط السبور اللونين بمنظر جميل، باضاءه واشارات في المرايات. شكل السقف بتاعنا. هنفتح العربيه، قلنا العربيه فيها بصمه. هنفتح العربيه ونشوف شكل الصالون. الصالون بتاع العربيه شيك قوي بمنظر جميل قوي، بالاضاءه الموجوده داخليه في البيبان من جوه، مع التابلو باللون الازرق بالشكل الجميل قوي، بالتابلو بالفرش البيبان اللي اللون الاسود في البيج دون او رمادي كده بمنظر جميل قوي. العربيه شيك جدا زي ما احنا شايفين. شاشه كبيره موجوده في نص التابلو. طبعا وسائل الامان موجوده. عندي ايرباج في التابلو زي ما احنا شايفين، وعندي ايرباج في الطاره. منظر الهوايات بتاعتها مع التضليعه اللي موجوده في التابلو منظر شيك قوي. زراير التكييف كله تاتش زي ما احنا شايفين. هنتفرج دلوقتي على العربيه وهنقعد على كرسي السواق. عندي فيه سماعات اماميه، عندي فيه مكان للكانو، وزي ما احنا قلنا في اضاءه في البيبان بالمنظر جميل قوي، بالفرش مطعم. الفرش البيبان مطعم بفرش جلد هاند ميد زي بنحاول ان احنا نوضحه معانا، يا رب يكون واضح معانا في التصوير. طبعا ازاز كهرباء. عندي تويترات في البيبان. حاله العربيه النهارده معانا فابريكا بره جوه، مش رش اي حاجه بفضل الله. مش هنهتم طبعا بالتفاصيل لان قلنا العربيه عندنا فابريكا بره جوه. مساحه الصالون مساحه كبيره حلوه، على قد ما هي عربيه هاتشباك بس مساحه كبيره. عندي مخادع راس خلفيه، مخادع راس اماميه، وهنقعد كده من الكنبه الخلفيه ونشوف شكل التابلو. شكل التابلو غني قوي بالزراير اللي فيه، بالشاشه الكبيره، بالاضاءه الجميله باللون الازرق اللي في البيبان والتابلو من جوه. طبعا احنا هنحاول ان احنا نوضح ونزوم عليها بس مش عارف هتبقى باينه معاكم ولا لا. عندي مخرج وشاحن USB ورا. العربية شيك جدا. عندي فيه مكان تخزين في ظهر الكرسي اللي جنب السواق. عندي سماعات خلفية، وعندي مكان تخزين برضو نفس الكلام بالمنظر اللون الاسود في اللون البيج او الرمادي دون بشكل جميل قوي. وشكل الخياطة الهاند ميد في الفرش بشكل جميل. بنحاول نوضح شكل الصالون، يا رب يكون الاضاءه والتصوير واضح معانا. حاله العربيه بسم الله ما شاء الله حاله كويسه جدا. ازاز فاميه زي ما احنا قلنا. عندي في سنسور بارك خلفي
العربيه مزوده بكاميرا خلفيه زي ما احنا قلنا اي 20 موديل 22. العربيه عامله حاجه و40,000 كيلو. مساحه خلفيه على البرابريز الخلفي، فانوس ستوب مدمج فيه حته كده منظر سبويلر في الشنطه بالعاكس الاحمر. ونفتح شنطه العربيه ونشوف مساحه شنطه العربيه. طبعا عندي العربيه كلها بصمه، اساسيات العربيه زي ما احنا شايفين. طبعا النهارده مش بنهتم بيها، سامحونا بناخد بصه سريعه. عندي مساحه الشنطه مساحه كويسه بالنسبه للعربيه هاتشباك، طفايه الحريق. عندي الشنطه ليها مستويين، مستوى ده محطوط طبعا فيه حاجات ملتزمات المرور، طبعا شنطه الاسعاف والمثلث والقمع. عندي تحت في الاستبن لم يستخدم، بسم الله ما شاء الله زي ما احنا شايفين. حاله العربيه بنحاول نوضحها معانا، كل جزء في العربيه. حضرتك بتتفرج على العربيه في مكانك، عجبتك العربيه كما مبدئيا بتشرفني بالاتصال، بتشرفني بالزياره. شفنا مساحه الشنطه، عندي قطاعات كتير قوي فيها ما شاء الله لزق الفابريكا زي ما هو. عندي في رف ما بين الصالون والشنطه بيحجب الرؤيه بمنظر يعني يخلي الرؤيه ممنوعه، مفيش حاجه ما باينه من الشنطه. زي ما احنا قلنا ازاز فامي وسنسور بارك، كاميرا خلفيه، مساحه، اريال في السقف. كماليات العربيه بنعدها مع بعضينا. سامحونا لو قصرنا في حاجه، سامحونا لو طولنا عليكم. بنحاول نوصل لكم المعلومه زي ما انتم عايزين، بنكبر بيكم، بنكبر معاكم، بنحاول نوصل كل معلومه او كل كماليات العربيه في الفيديو. عندي زي ما احنا قلنا بصمه، عندي المرايات كمان ضم زي ما احنا شايفين. بنحاول نوضح معانا في التصوير. التحكم في المرايات من هنا، التحكم في الازاز الكهرباء من هنا. عندي التحكم في مستوى الاضاءه الخارجيه من الزرار ده. عندي التحكم وظبط الكاوتش من هنا. عندي الكاوتش على حساسات، طبعا لو في فرد كاوتش نايم ولا حاجه بيبان لي على الشاشه، مانع تزحلق. عندي طاره كامله مالتي زي ما احنا شايفين. عندي العربيه مزوده طبعا باوتو لايت، يعني بنحاول نوضحه بقى في الدراع النور من هنا اوتو لايت. هندور العربيه ونشوف زي ما احنا قلنا العربيه، وفي الاعاده افاده بصمه. دورنا العربيه وشفنا شكل الشاشه، شكل العدادات بتاعت العربيه. العربيه شيك جدا في عداداتها في كل حاجه. عربيه انسيابيه بناتي، عربيه جميله جدا بتقضي كل الاغراض وتستخدم في كل حاجه زي ما احنا شايفين. العربيات الهاتشباك ليها ركبه. العربيه بسم الله ما شاء الله عامله 47,000 كيلو. قلنا في كاميرا خلفيه. العربيات الهاتشباك معلش كنا بنقول ان العربيات ليها ركبه وليها محبوبه غير عربيات السيدان خالص. عندي مخرج 12 فولت، عندي وصلة يو اس بي وشاحن. في عندي شاحن كمان مزود ان هو بيو اس بشاحن وايرلس انا اسف. وعندي مخرج يو اس بي. عندي زرار مانع الازعاج او مانع الصوت بتاع الباركينج. عندي فتيس اوتوماتيك ومانوال استيبترونيك. في مكان للكان. كتالوجات العربيه طبعا وهي زيرو. العربيه بتحافظ عليها لدرجه كبيره زي ما احنا شايفين كل جزء فيها. العربيه قلنا عامله 47,000 كيلو، كامله كل حاجه. كاميرا خلفيه، اير باج، اي بي اس، نوت سبور، باور سنتر، زي كل حاجه بسم الله ما شاء الله. شفنا شكل الصالون وهنفتح اوضه الموتور وهنتفرج على شكل الموتور. سامحونا في الاطاله وسامحونا لو قصرنا في حاجه. بنحاول نوصل المعلومه على قد ما بنقدر، وبنحاول على قد ما نقدر ما يكونش الفيديو بتاعنا طويل، بس بنحاول نقدر نشرح العربيه على قد ما نقدر ونعرف نوصل المعلومه اللي بيتفرج على العربيه. عجبتك العربيه مبدئيا، شرفني بالاتصال، شرفني بالزياره. زي ما احنا شايفين كل قطاع بتاع العربيه بسم الله ما شاء الله زي ما هو بحاله الفابريكا. استيكرات الفابريكا موجوده في كل مكان في كل حاجه.
حاله الموتور عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله. العربيه مزوده بعازل حراره للكبوت من جوه الموتور. شفنا العربيه من جوه، شفنا العربيه من بره. يا رب ما نكون بنطول عليكم وبنوصل لكم المعلومه كامله. بنكبر بيكم وبنكبر معاكم، وانتظرونا ان شاء الله في القريب العاجل بفيديو تاني بعربيه تانيه بتصوير وشرح واداء ووصف اوضح واحسن من كده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.